صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة اللبة 6 بيضات، كوب من الحليب. عندنا هنا الشذاب، أوريكم إياه موجود، حتلاقوه عند اللي بيع الشتلات تبع الزراعة. وعندنا هنا علبتين زبادي، 6 علب من الحليب، ملعقتين سمن، كوب من الحليب، وعلبة من اللبن تقريبا هذه 2 لتر، والحبة السوداء. حنبدأ نحط بسم الله البيض، الحليب الباودر، حننزل عليهم الحليب لما نخلص الكمية. حنحط تقريبا مقدار كوب من الحليب السائل، حننزل عليهم اللبن، حنحط علب الزبادي الأولى والثانية، وآخر شي حنحط ملعقتين من السمن، ويفضل يكون سمن بلدي. حنرش عليها الحبة السوداء والشذاب، وآخر شي حنملحها. حنبدأ نخلط المكونات لين ما تتمزج معانا كلها. خلاص هذا شكلها في النهاية. الحين هشغل عليها النار وأضغطها لمدة ساعة على نار هادئة جدا. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفه مستوي. هذا بعد مرور ساعة، طبعا البخار عادم التصوير، ولونه جدا جميل. وهذا بسم الله ما شاء الله شكلها يشهي ولذيذ. ممكن ناكلها كذا، وممكن مع الخبز كمان بتطلع لذيذة. وعلينا وعليكم بالعافية.